بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في احد الزيارات هنلفت نظر الجميع لحاجة بتحصل عندك وعند غيرك وعند غيرك. النبات ممكن يبقى ماشي زي الفل وبطريقة كده زي الفل وفجأة تلاقيه الوضع اللي احنا شايفينه ده. اللي احنا شايفينه ده ما بين عفان جذور وما بين إصابات للسيادة القيمية في النبات نتيجة انك ألمت وحصل إصابة بفطر الفيوزاريوم. فطر بيدخل في نسيج النبات وبيعمل حاجة اسمها دايباك أو الموت التراجعي، فالنبات يبدأ يموت معاك من فوق لتحت. النبات نتيجة تأليم وعدم تطهير بعد التأليم، والكل بيغلط في الجزئية دي والكل بيخسر نباتاته بالطريقة دي، إنك تألم، إنك تقص وتعمل جرح في النبات وما تطهرش. أي تأليم زي ما احنا شايفين اهو ده جرح في النبات. النبات كائن حي، بيحصل تلوث، الفطر يدخل ياكل في النسيج الداخلي بتاع النبات، تلاقي الشجرة ابتدت تنشف عندك بالطريقة دي. طيب ده من ضمن الأسباب اللي بتخلي الشجر يوصل بالطريقة دي. السبب الآخر هو إصابة النباتات بفطريات أعفان الجذور. فطريات أعفان الجذور زي البيسيوم، الفيرتيسيليوم، الريزكتونيا، سيتوسورا، كل دي فطريات أعفان الجذور. 5 فطريات بتسبب إصابة النبات بأعفان الجذور. إيه أعفان الجذور؟ أعفان الجذور لو أنا عندي مشكلة في المعدة، في معدتي، مش هعرف آكل، مش هعرف أتخن، مش كده برضو؟ مش هعرف أعيش، لأن أنت أساس صحتك هي المعدة. معدتك كويسة زي الفل هتبقى صحتك حلوة، معدتك فيها مشاكل هتبقى صحتك مش لطيفة، مش كويسة. النبات الجميل ده معدته فين؟ معدته في الجذور. لما يحصل أعفان للجذور وتهتك لأنسجة الجذور، النبات لا هيعرف يمتص مية ولا هيعرف يمتص أكل ويبتدي في التدهور. يبقى النباتات من ضمن أسباب التدهور إصابة النبات بأعفان الجذور، وإصابة النباتات بفطريات زي الفيوزاريوم عن طريق إن أنا ما طهرتش بعد أي تأليم لأي نبات أيا كان، سواء أشجار زينة أو أشجار فاكهة. طيب هتقول لي طب أعفان الجذور دي بتجيلي من فين؟ يعني إيه اللي جاب لي أعفان الجذور؟ لو إيدي أنا اتحطت في التربة دي ومصابة بأعفان الجذور خلاص، وجيت إيدي اتنقلت لتربة أخرى، أنا كده نقلت أعفان الجذور. الجنايني ينقل لك أعفان الجذور من بيت لبيت أو من منزل لمنزل. المقص اللي بيقص بيه جنايني لو ما اتطهرش ينقل لك فطر الفيوزاريوم من شجرة لشجرة أو من بيت لبيت أو من فيلا لفيلا. طيب السبب الآخر لأعفان الجذور بيكون جاي مع الشتلة، إنك جايب أصلا شتلة أساسا مصابة بفطريات أعفان الجذور. وللأسف معظم محبي الزراعة المنزلية بيتعاملوا مع مشاتل عشوائية، يعني مفيش أي كنترول فني أو ضوابط فنية في إنتاج الشتلات. إنتاج الشتلة زيها زي أي سلعة، لازم لها ضوابط فنية، ده ما بيحصلش. المزارع التجارية اللي احنا اتعلمنا فيها واشتغلنا فيها ما بتشتغلش كده. ما بيروحش الواحد عنده مشتل ويجيب منه شتلة وشتلتين، بنتعامل بال10,000 وال20,000 شتلة، والشتلة بتبقى زنطوطة وانتجت تحت ضوابط فنية وقصة كبيرة. يعني المزارع اللي بتبقى ب1000 فدان و2000 فدان والكلام ده. خلاص اللي بيسقط في الجزئية دي هو محب الزراعة المنزلية اللي بيشتري يا عيني عود واثنين وثلاثة وعشرة. 90% من المشاتل للأسف المنتشرة هي مشاتل عشوائية، لا ينطبق عليها المعايير العلمية في إنتاج الشتلات، وبتلبس أنت في الآخر في المشكلة. يعني معظم المشاكل أحيانا بتكون جاية الشتل أصلا مصابة بأعفان الجذور، مع قلة التغذية ونقص التغذية، ويعني المفهوم الخاطئ عن التغذية عند البعض، عند الكثير. نبات مصاب بأعفان الجذور أنا ما بعرفش أسمده إزاي، مش فاهم حاجة عن التسميد، عن التغذية، طبيعي إن هو يتدهور. لو أنا مريض ومهتم بنفسي وباكل هقاوم، مش كده؟ هقدر أقاوم بقدر المستطاع. ولكن لو أنا مريض وأنا هزيل أصلا وما باكلش هتدهور، وهو ده اللي بيحصل. قلة التغذية، إصابة النباتات
سواء هي جايه مصابه او اتصابت عندك. هتقول لي هعرف ازاي؟ هقول لك ما بتعرفش، النبات بتاخده انت طبيعي من المشتل زي الفل، بيشتغل عندك سنه في 2 ويبتدي يتدهور. طب الحل ايه؟ الحل ان اي نبات انا هشتريه من سين او صاد ايا كان، هعتبر ان هو مصاب اصلا بعفن الجذور. فلازم يكون عندي برنامج وقائي باستدامه لكل النباتات اللي عندي، خاصه النباتات ذات قيمه اقتصاديه. يعني نبات انا باكل منه وبفرح بيه، شجره خوخ، شجره مانجا، شجره تفاح، الحاجات اللي ايه، حاجات في الزينه زي الريفينالا، اوجاستا، اريكا، شامادوريا، الحاجات اللي ايه اللي بتبقى موجوده عند البعض. لازم يبقى عندي دوره مستمره كل 3-4 شهور ان انا ادي لكل النباتات دي تحت منها مباشره مضادات لعفان الجذور. عفان الجذور ليها اكتر من 5 مواد فعاله. هتقول لي طب ليه 5 مواد فعاله ولازم يبقوا مع بعض واضيفهم؟ طب اشمعنى ليه 5 مواد فعاله؟ لان احنا ذكرنا 5 فطريات بتصيب النبات بعفان الجذور، وعشان نشتغل بصوره صحيحه بناخد عينه من الجذور وبنحللها وبنعرف اي فطر هو اللي عامل الاصابه بعفان الجذور. يعني عشان نشتغل صح زي ما احنا بنشتغل كده في المزارع التجاريه، بنحفر، بناخد عينه من الجذور، بتروح معمل تتحلل، بنشوف الفطر ده هو مين. فيوزاريوم هنديك المضاد بتاع الفيوزاريوم، الزيكتونيا بندي المضاد بتاع الزيكتونيا، بيسيوم بندي، وهكذا. في الزراعه المنزليه ده هنعرف نحلل، وتكلفه التحليل كبيره، يعني شغلانه مش بتاعتكم انتوا يعني. طب ايه الحل؟ الحل ان انا لازم يبقى عندي مكون فطري فيه ال5 مضادات دول، لان انا معرفش اي فطر هو اللي عامل لي المشكله. فبالتالي لازم يكون عندي مكون فيه ال5 مواد فعاله. في وضع الشجره اللي قدامنا دي خلاص اتصابت، وارد يكون في عفان جذور، اصابات ضيباك او موت تراجعي من فوق. ايه الحل فيها بقى لو انا عندي شجره زي دي وما ماتتش كلها وفي نموات خضريه لسه طالعه جديد؟ خلاص اهي الفرع ده كله مات نشف، هنجيبه من تحت هنا وننشر ونطهر. لازم هنشر واطهر على طول، ادهن مكان الجرح في نفس اليوم في نفس اللحظه. هنيجي في مكان زي ده اهو، ده الاخضر اهو، ادي الاخر الاخضر، او ده اخر الفرع الاخضر اهو، الفرع ده طالع اخضر اهو. هنيجي هنا فوق البرم على طول، ما ننشرش هنا، ما نسيبش حاجه كعب يعني. هاجي هنا كده اهو وانشر بالمنشار واطهر فورا. الاهتمام بالتغذيه، الاهتمام بالتغذيه، استدامه التغذيه، توازن التغذيه، مضادات الاعفان باستمرار. انت كل فتره بتجيب شويه ديتول، شويه فينيك وتطهر بيها بيتك، مش كده برضو؟ هي نفس القصه، كل فتره طهر لي الجذور بتاعت النباتات دي عشان تعرف تحافظ عليها، لان وارد ان يكون جاي لك اصابه عفان الجذور مع الشتل، نحط الاحتمالات دي. فلازم يكون عندي مضاد عفان جذور للنبات باستدامه عشان نعرف نحافظ على النباتات الجميله دي.